السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين ودي قناتي، والنهارده يوم جديد وفيديو جديد. بدأت كده الفيديو بتاعي يا جماعة. طبعا صحيت الصبح بدري كالعادة. قلت اجهز بقى فطار ليا، وكمان هشوف كده البنات النهارده هتفطر ايه. فكان عندي فطير في الفريزر. زي ما انتوا عارفين يا جماعة، طبعا انا ولادي بيحبوا الفطير جدا، فلازم يكون عندي الفطير في الفريزر او في التلاجة على طول عشان وقت الازمات. المهم انا طبعا صحيت رحت بقى اتوضيت وصليت وكده، كنت خرجت الفطير عندي من الفريزر فك شوية، وقلت اعمل ايه كوبايه شاي بلبن كده واغير ريقي لغايه البنات ما تصحى. برضو اعمل لهم بقى حاجه يشربوها، عايزين بقى كاكاو بلبن، عايزين شاي بلبن، اي حاجه كده اعملها لهم يشربوها جنب الفطير. والبنات عندي بقى في عندي هنا تحب تاكل الفطير الساده، وهمسه تحب تاكله بالرومي او بالعسل الاسود والطحينه. فالمهم انا قلت هعمل لنفسي ايه، هاخد الفطيره كده اسخنها في الميكروويف واحط كده جبنه رومي، لان انا برضو بحبها يا جماعه بالجبنه الرومي كده. فقلت احط كده حته جبنه رومي واسيحها كده واسخن الفطيره في الميكروويف. فحطيت كده عندي فطيره، وسبت الفطيرتين التانيين للبنات لما يصحوا من النوم. طبعا هم نايمين متأخر، فقدامهم ولا لغاية بعد الظهر لما يصحوا. فقلت انا بقى ايه، طبعا احط لهم الفطير بتاعهم في التلاجة لغاية ما يصحوا، ابقى اشوف هياكلوه ازاي، وانا اكون غيرت رأيي بقى واشوف اللي ورايا. الوقت بتاع الصبح ده يا جماعة انا بحبه جدا جدا، لان الوقت ده بيكون فيه بركة. عايزه اقول لكم ان انا بصحى الصبح اخلص كده كل حاجتي. يعني مثلا لو انا عندي حاجه عايزه تتعمل في المطبخ، طبقين كوبايتين بخلصهم، اخش اغسل التويليت، اروق كده البيت عندي كده على الصبح. يصحوا يا دوب هم يصحوا من النوم، اظبط بس انا الغرف بتاعه النوم، فبكون خلصت كده كل حاجه عندي الصبح. يعني اي حاجه عايزه تتعمل كده الصبح بخلصها. وبعد كده بقى البنات لما بتصحى عندي ببدأ بقى اشوف الغدا، هنجهز غدا ايه زي اي ست بيت عادية. بنجهز بقى الغدا، بنغسل المواعين، اشوف البنات محتاجين اعمل لهم ايه، اقعد مع بناتي شوية، وهكذا. زي ما انتوا عارفين طبعا ان الوقت بتاع الصيف ده يا جماعة بيبقى النهار طويل، فبيبقى بسم الله ما شاء الله الوقت عندنا طويل، عايزين نعمل فيه بقى ايه الحاجة اللي ورانا. بس إيه، انا بالنسبة لي بحب اشتغل في هدوء، يعني بحب كده اعمل حاجتي قبل ما ولادي يصحوا من النوم، لان انا طبعا يعني ببقى مش عارفة اعمل ايه الصبح. يعني هكون قاعدة الصبح اعمل ايه وعندي وقت كبير؟ طبعا بكون انا صليت وقرأت الورد بتاع القرآن بتاعي. طب بعد كده قدامي مثلا ساعتين تلاتة اربعة، هعمل انا فيهم ايه؟ اخلص شغل البيت عندي على رواق كده، وبفتح برضو الشبابيك اللي هي بتاعة الصالة مثلا، المكان يتهوى بقى كده الصبح بدري. يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا اول ما بصحى، طبعا انا بصحى يعني بعد الفجر، فانا بفتح كده الشبابيك بحس بهوا. عايزه اقول لكم يعني نقي جدا جدا. يعني اول ما افتح الشباك كده واشم الهوا على الصبح، بحس ان لسه الهوا يا لسه نظيف. طبعا بعد بقى اليوم ما يبتدي تلاقوا بقى الدخان والصهد والدنيا. فعايزه اقول لكم ان الصبحيه دي بحب جدا ان انا اقوم افتح الشبابيك على الصبح كده، احس كده ان الهوا داخل نظيف كده، وغير الجو عندي في الشقه. طبعا بالنسبة للبنات عندي أكون قافلة عليهم باب الأوضة، فالشقة عندي بقى براحتي بقى أفتح وهوي عما يصحوا من النوم. أكون مثلا قفلت بقى الشبابيك مثلا أو شنكلتها، يعني قفلتها نص قفلة كده. فالوقت بتاع الصبح ده يا جماعة عايزة أقول لكم بجد بحبه جدا. فبعد بقى ما دخلت فطرت، طبعا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انا دخلت عندي الغرفة لقيتها مش عايزة اقول لكم شكلها كان عامل ازاي. روقت بقى عندي طبعا الكفر بتاع الكنبة كده، وطبلية مسحتها وحطيتها مكانها، وكنت قاعدة كده بتفرج على التلفزيون. شدني جدا حلقة للمذيع الجميل القدير اللي بجد يعني ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له في صحته يا رب، من الناس المحترمين اللي بحب اشوفهم قوي. الأستاذ محمود سعد على قناته على اليوتيوب عامل حلقات كده عن يعني زمان، بيته القديم وكده، فشدني قوي قعدت اتفرج وكده. وانا بحن قوي للحاجات القديمة بتاعت زمان، البيوت القديمة والعيشة بتاعت زمان.
فكان قاعد يتكلم يا جماعة على والدته وتربيتهم زمان، وان ما كانش فيه عقبات وما كانش فيه حاجات كتير، وكان بيتهم بسيط وضيق وصغير بس هم كانوا حاسين فيه بالوسع. فبصراحة اتشددت جدا جدا. انا بحن بصراحة الايام زمان. بعد بقى ما خلصت دخلت عندي على التويلت الصغير، زي ما انتوا عارفين يا جماعة انا دائي وداء النظافة. دخلت عندي على التويلت، وده الطبيعي بتاعي انا يوميا يا جماعة. بخش عندي التويلت، ابدأ ان انا اشد السيفون، اغسل الحوض، اغسل التويلت نفسه، امسح الارض كده وانشف المية وكل حاجة. فانا دخلت النهاردة بقى قلت ايه، لا انا هغسل التويلت ده غسلة محترمة. تقدروا تقولوا كده يا جماعة ان انا بحس بالمية والصابون والرغاوي. معلش هنبدأ بقى نتلخبط في الكلام، وانا مش عارفة اليومين دول في ايه، بس مش مشكلة. فزي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بحب جدا الرغاوي والمية والصابون. عشقي كده يا جماعة، بتديني كده طاقة إيجابية فظيعة. فبدأت بقى ان انا كده عندي بقى صابون وكلور على الارضيات، وطبعا غسلت التويلت وغسلت الحوض. وبصوا عايزة اقول لكم بقى ايه، مرشت الارض كده مرشة حلوة قوي. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، بيبقى فيه جوانب في الجنب بتاع الحيطة كده، شايفين اللي هو الجبس الابيض ده او كده. عايزه اقول لكم ان هو لو قعد مثلا يومين ثلاثه ما دعكتوش كويس، بحس ان هو بيصفر كده وبيغمق، وطبعا بيتكون فيه الميه. فانا بتضايق جدا والله يا جماعه، بالذات يعني في الصيف، لان طبعا احنا في الصيف بناخد شاور يوميا. احنا في الشتاء يعني مثلا ايه بيبقى الشاور مرتين في الاسبوع عشان البرد وكده. فالحمام ما بيتبلش كتير قوي. فنيجي بقى في الصيف يوميا يوميا انا عندي الحمام فيه ميه من كتر البنات عندي، طبعا كل يوم بتخش تاخد شاور، واحنا كمان الشاور بتاعنا يوميا. الدنيا حر بقى يا جماعه. فبلاقي ايه اللي عندي بقى الفرق بتاع اللي هو السيراميك ده، اللي هو الجبس الابيض ده او الاسمنت الابيض مش عارفه، بيعمل بقى ايه مكان الميه إيه رواسب كده، وبتصفر بقى وبتغمق. فانا بصراحه الحاجات دي ما بحبهاش. بحس كده ان انا متضايقه قوي قوي، وما بطيقش بصراحه. فروحت بقى جايبه الفرشه عندي بتاعه البلاط، زي ما انتم شايفين من الجوانب بقى، ومن عند التويلت كده الجزء برضو الابيض ده. انا بحب يا جماعه الجبس ده يبقى ابيض فله كده. فحتى لو لقيت لسه في صفار كده، بروح جايبه ازازه الكلور ومفرغاها عليه وسايباها شويه، وبعدين ادعك دعكه بتبقى عندي زي الفل. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا يعني سبحان الله، انا يعني ربنا خلقني كده، ما اعرفش اشوف حته مش نظيفه. فزي ما انتم شايفين كده خلاص بقى قشيت الحمام عندي بالمساحه، يعني مسحته كويس قوي. وظبطت بقى كده عندي الحوض زي ما انتم شايفين. بصوا كل حاجه لمعتها ونشفتها وحطيت فوطه نظيفه. عايزه اقول لكم ان انا عندي كنت قلت لكم قبل كده شرشوبه كده بنشف بيها الارض. الشرشوبه دي مخصصه للتويلت. طبعا زي ما انتم شايفين الحيطان اتغسلت بالدش بالحنفيات بكل حاجه. وعندي برضو يا جماعة الحوض في عندي فوطة كده مخصصة برضو للتويلت ناشفة. يعني انا بس بنشف بيها الحوض عشان ما بحبش يبقى فيه مية ولا راسب مية ولا كده. نشفت بقى عندي الحوض ده. منظر التويلت عندي يا جماعة زي ما انتوا شايفين. طبعا كنت شلت بقى الستارة دي قبل العيد وغسلتها. والشباك عندي بتاع التويلت بفتحه، بس يعني بصراحة مش بفتحه كتير، يعني هو ممكن اسيبه كده ساعة بالنهار على السلك، طبعا يدخل لي شوية هوا وبعد كده اروح قافلاه. لان طبعا شباك التويليت ده يا جماعه عندي على المسقط، والمسقط عندي عايزه اقول لكم ان طبعا المسقط ده يعني مننا والجيران وكده. فالجيران عندنا عاملين عشه حيوان فوق السطح، واحنا كمان عندنا عشه بتاعت اخت زوجي مربيه فيها برضو فراخ وكده. فعايزه اقول لكم ان الحيوان يا جماعه بيجيب فيران، فاحنا عندنا فيران. فانا بصراحة بخاف جدا ان انا حتى انسى السلك حتى مفتوح، ممكن ايه الفار ياكل لي السلك ويدخل عادي مفيش مشكلة. وانا داقي وداقي الفيران يا جماعة، بكره الفيران جدا جدا. وبخاف جدا جدا ان انا افتح حتى الشبابيك اللي على المسقط دي. فاكتر الوقت انا قافلة الشبابيك اصلا، بخاف ان انا افتح ولا هوي. ممكن افتح السلك وشباك التويلت مقفول، يعني فاهميني ازاي اهوي من بين الشيش كده. انما ان انا افتحه واسيبه طول النهار بخاف جدا جدا، لان بصراحة حماتي تحت حصل عندها الموقف ده، فتحت السلك وسابته طول النهار لغاية بالليل ونسيته، الفار اكل السلك ودخلها منه. فانا بخاف جدا جدا جدا. ممكن لو شفت فار اموت، يعني اموت ومعرفش اعيش في الشقة تاني.
انفة جدا جدا، فانا مش قادرة بصراحة. المهم بقى، خلينا ندخل على المهم. طبعا يا جماعة، انا كان البنات عندي طبعا صحيوا من النوم وعملت لهم الفطير وكده. طبعا احنا في الصيف، فالبنات بيجوعوا. فجينا كده في نص اليوم، يعني تقدروا تقولوا كده الساعة 3، البنات عندي قالوا لي ايه ماما احنا جعانين، بما ان هم اصلا بيصحوا متأخر فهم مش عايزين يتغدوا دلوقتي. فانا قلت لهم طب انا هعمل لكم ايه، هعمل لكم بيض شكشوكة. عندي البنات بيحبوا جدا الشكشوكة يا جماعة. الشكشوكة دي اللي هي ايه، طماطم، بصل، بيض. نبدأ بقى ان احنا نقلبه كده في بعضه، فتدينا شكشوكة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. احنا عندنا اسمها في مصر شكشوكة، مش عارفة بقى في البلاد العربية اسمها ايه. ممكن يكون اسمها عجة بيض، ممكن، مش عارفة بصراحة. المهم انا عملت ايه، طبعا لان انا مش هحط بصل، ولادي ما بيحبوش البصل فيها كده صحيح، فاستخدمت بودرة البصل اللي هو البصل البودر. نقطة زيت على النار وفيها طماطميتين حلوين كده اتشوحوا كده وبدأوا انهم يدبلوا. قلبت البيض عندي في ملح وفلفل، وبدأت ان انا انزل بيه بالشكل ده كده. وطبعا كنت حطيت مع الطماطم بصل البودرة في الاول. البيض عندي استوى بالشكل ده كده، بدأت ان انا احطه في طبق وهجهز لهم بقى عيش. وانا بناتي يا جماعه من النوع اللي ما تعرفش تاكل غير لما تشرب حاجه جنب الاكل، فانا قلت اعمل لهم شاي بحليب. طبعا على الفطار كنت عملت لهم كاكاو باللبن، ان هم بيحبوا كاكاو باللبن. فقلت اعمل لهم دلوقتي بقى شاي بحليب جنب البيض والشكشوكه. فسخنت العيش كده يا جماعه عندي على نار البوتاجاز كده في السريع زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا اقطعه. لان انا ولادي لما بيمسكوا العيش يا جماعه بيهروا، وعايزه اقول لكم ان بيمسكوا الرغيف كده يخلوه، بصوا مفيش فيه حته سليمه ويبقوا منه. فانا قلت حرام اقطع العيش كده على رباع، ياخدوا ربع ربع ويسيبوا بقيه العيش سليم. فخلاص بقى كده، طبعا قلت اعمل لهم بقى شاي بلبن او شاي بحليب زي ما تحبوا، يعني زي حسب ما بتسموه بقى عندكم. فنزلت كده ايه عندي بالشاي والسكر والميه. في متابعه يا جماعه جميله جدا بتقولي ابقى اعملي الشاي بالحليب من غير الميه، ما تحطيش على الشاي ميه، حطي الحليب مره واحده. عايزه اقول لكم ان انا معرفتش يا جماعه بصراحه، معرفتش ان انا احط الشاي كده واروح نازله عليه بالحليب، ما عمليش شاي بحليب يعني، فاهميني ازاي؟ فقلت هبقى اجربه مره تانية. يعني بصراحه انا متعوده اعمل الشاي بالحليب كده. بعد كده بقى دخلت يا جماعة عندي علشان اجهز الغدا. ولعت كده عندي النار على حلة البطاطس بالشكل ده كده. وانا بحب جدا احمر يا جماعة البطاطس في حلة، متستغربوش، حلوة جدا جدا، كفاية ان هي مش بتطرطش الزيت في كل مكان. فولعت كمان عندي على بيض، عايزة اسلق بيض. قلت دلوقتي انا هجهز عندي الغدا بالشكل ده كده للبنات. طبعا كنت عملت رز وعدس زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الكشري الاصفر المصري. فهعمل لهم بقى جنب العدس دوت بيض مسلوق. وقلت اعمل شوية سلطة. فجبت عندي بصلاية كده كبيرة، حطيت عليها ليمون وخل وملح، وسبتها كده في الخل والليمون والملح فترة علشان طبعا تضيع منها الحرارة. وبدأت ان انا ايه اقطع عندي الطماطم سلطة بالشكل ده كده. طبعا يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا احترت جدا هطبخ ايه، وقعدت اسأل البنات نتغدى ايه النهاردة يا بنات، ما خدتش منهم عقد نافع. في الحقيقة اللي قال لي على الغدا النهاردة ابو همسة قال لي اعمل لنا الرز والعدس اللي هو الكشري الاصفر ده، هو نفسه فيه. فانا قلت له تمام ماشي. فبما ان خلاص بقى زوجي بدأ الشغل ابتداء طبعا من الاسبوع ده يا جماعة، فهو هيرجع متأخر. طبعا البنات عندي مش هتستناه، واليومين دول بيبقى عنده شغل، ما بيجيش من الشغل غير الساعة 9 و10 بالليل. فأنا طبعا الولاد مش هتقعد طول النهار طبعا تستناه بالليل، حرام. فأنا عندي قلت أجهز لهم الغدا. طبعا هم اتغدوا كده على زي الساعة 5. وانا بقى استنيت زوجي لغاية لما رجع بالليل. عايزة اقول لكم يا جماعة ان هو جه كمان مش 10، جه الساعة 11 بالليل. تخيلوا بقى، لكم ان تتخيلوا ان انا قاعدة مستنياه عشان نتغدى، وخلاص هموت من الجوع، بس مش عايزه اكل عشان اعرف يعني اكل. انا مستنيه بقى ان احنا ناكل مع بعض. وبعدين هعمل ايه في الرز ده، ما انا لو كلت مش هاكل كويس، مش يعني مش هاكل بقى ايه الرز والعدس ده، مش هاكل منه كويس فهيفيد منه. وانا بصراحه ما بحبش ان انا افوض في الرز والعدس. يعني بيجي تاني يوم كده البنات عندي احطه في علبه واقول لهم اسخن لكم، بقوا يقولوا لي لا مش عايزين يا ماما خلاص ان احنا ايه ناكل تاني. فعايزه ان انا اخلص اليوم بيومه كده، مش عايزه افوض اكل. فاستحملت ومسكت نفسي كده شوية.
وقلت لا خلاص هاجي على نفسي علشان ايه، لما يرجع ايه ناكل مع بعض. طبعا برضو كنت سلقه بيض، بس انا بقى حبيت يا جماعه ان انا ايه، لما هو يرجع اساله انت هتاكل بيض مسلوق ولا لا. ساعات كتير اسلق البيض ويقول لي لا انا مش عايز بيض جنب الاكل، فبرضو اسيب البيضه يا جماعه عندي في التلاجة ما تتاكلش وبرميها زي ما هي او احطها للحيوان. فحرام ده يعني مش وقته ان انا يعني ارمي حاجه خالص ولا كده. فقلت ايه لما يجي هسأله، لو هياكل بيض مسلوق هولع على البيض اسلقه مفيش اي مشكلة. فهو طبعا لما جه قال لي اه تمام ماشي، انا ايه اسلقي بيض جنب الاكل. فسلقت بقى البيض وبرضو عملت سلطة وكده. نفس الاكل اللي انا هجهزه للبنات ده دلوقتي هو نفس الاكل اللي انا جهزته لما زوجي رجع من الشغل. طبعا زي ما انتم شايفين بقى انا كنت قطعت كده عندي الطماطم وحطيتها بقى عندي كده فوق البصل، وعندي خضرة يا جماعة مفرزاها في الفريزر عبارة عن شبت على بقدونس على كزبرة على خضرة كده مشكلة. لما بحتاج بروح ايه اخده منها زي ما انتم شايفين كده، مجرد ان انا افرك كده الخضرة بايدي بتنزل. بصوا زي ما انتم شايفين كده، اقلبها بقى في السلطة تبقى كأنها طازة، كأنك لسه جايباها دلوقتي حالا فريش. طبعا انا بستخدمها زي ما انتم شايفين كده متلجة على طول، يعني مش هسيبها تفك وكده لا، باخدها من الفريزر استخدمها على طول. ولما بجيبها اغسلها كويس جدا وافرمها واحطها في الكيس بقى كده في الفريزر. عايزه اقول لكم ان بجد الحاجات اللي احنا بنحفظها بالفريزر دي منجزه جدا جدا. ولا التوم يا جماعه المفروم، طبعا الفيديوهات اللي فاتت نزلت لكم السمك المقلي اللي هو المرجان. عايزه اقول لكم ان التوم المفروم بقى في الازمات اللي هي زي السمك والحاجات اللي بنحتاج فيها توم زي المحشي وكده، عما بقى تقعدي تفصصي التوم وتفرمي كده بياخد منك وقت جامد قوي. فانت لما تفرزي التوم في الفريزر وتيجي مثلا يوم السمك ده محتاجه توم، تروحي جايبه كده من الفريزر على طول. عايزه اقول لكم بيسهل جدا جدا يا جماعه. فالحاجات اللي هي متظبطه في الفريزر دي على اساس ان احنا ننجز بيها وقت بتبقى مفيده جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده خلصت بقى طبق السلطه عندي، حمرت البطاطس اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ورشيت عليها بقى رشه ملح كده بسيطه. وعندي جيت بقى يا جماعة أعبي الرز الأصفر. طبعا العين بتاكل قبل البق، فجبت بقى كده عندي طبق شكله حلو كده زي ما انتم شايفين، وبدأت ان انا اعبي الرز والعدس للبنات واقلبه بالشكل ده كده علشان يدي شكل حلو. وفي نفس الوقت اقدم كده تقديمة حلوة والبنات يحبوا انهم ايه ياكلوا كده يعني يتشجعوا ان هم ياكلوا. فقلبت كده الرز بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا انا عارفه همسه هتاكل قد ايه وهنا هتاكل قد ايه، بس برضو لازم ازود. انا ما بتعلمش يا جماعه ازود الاكل وبرضو يبقى قولي منه، بس ما بعرفش احط حاجه كده قليله، ما اعرفش يعني احب كده ان انا احط اقول يمكن ربنا يهديهم ويخلصوا طبقهم كله. الحمد لله على كل حال، ربنا يا رب يهديهم كده. المهم هم ولادي من النوع اللي هم معدتهم صغيرة قوي يا جماعة، صغيرة قوي قوي يعني. ف مش مشكلة، المهم ان هم كلوا على قد ما هم يعني محتاجين. طبعا حمرت البيض يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، كنت سلقته وحمرته كده بعد البطاطس دحرجته كده في الزيت زي ما بيسموه. البيض ده يا جماعة اسمه عندنا البيض المدحرج. انا دحرجته كده في الزيت واخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. وكنت بحمر عندي بصل يا جماعة، عارفين البصل اللي هو العادي بتاعنا ده، قطعته يعني شرايح كده، بيسموه جوليان يعني متقطع شرايح كده، ورحت حاطاه في الزيت برضو. ورحت بعد كده قليته ورحت بقى ايه اخده كده يا جماعة حطاه عندي على الرز والعدس. بيبقى طعمه خطير خطير يا جماعة. وقطعت بقى البيضة عندي كده نصين بالشكل ده كده علشان يعني افتحها في نفس الوقت تبرد، وفي نفس الوقت تدي شكل حلو كده ايه في الطبق. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا ولادي مفيش فايده فيهم برضو ياكلوا لي البياض ويسيبوا لي الصفار او جزء منه. حاولت ان انا اغصب عليهم كلي يا بنتي الصفار انت وهي كلي، ما بصوا تعبوني تعبوني. المهم المفروض برضو ان البيض يا جماعة له درجة معينة في السوى. لا انا ولادي بقى بيحبوا السوى بتاعه كامل زي ما انتوا شايفين، الصفار كده يكون ناشف وما يكونش ايه سايب كده من جوه. طبعا هو الصحي ان هي تاخد نص سوى، بس انا هنقول ايه يا جماعة، حكم القوي على الضعيف.
عايزه اقول لكم ان انا لازم اسمع كلام البنات، يعني هم اللي هياكلوا، فعشان امشي كلامي عليهم في الاكل بصراحه ان هم ياكلوه ازاي او ياكلوه مستوي ازاي، لا طبعا يعني كل واحد حسب ما بيحب. اهم حاجه عندي ان انا بحاول اغصب عليهم انهم ياكلوا زياده شويه، بس ده اكتر يعني اللي انا بحاول ان انا اعمله وفاشله فيه برضه. المهم زي ما انتم شايفين كده حطيت البصل شكل جمالي كده على الطبق كده من فوق بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وطبعا وانا بحط البصل كده نزل بقى شوية بصل كده على الطبق، بدأت ان انا ايه يعني اظبط الشكل كده، الم البصل كده على جنب عشان يبقى الشكل لطيف وحلو زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. طبعا زي ما انتوا شايفين الاكل بتاعنا النهاردة يا جماعة يعني اكلة بسيطة جدا مصرية بسيطة. يعني عايزة اقول لكم ان مفيش بيت في مصر ما بياكلش الاكلة دي، الا بقى يعني قليلة جدا جدا اللي هم مش بيحبوها، بس احنا مشهور عندنا جدا جدا الكشري الاصفر ده، ويعني اكتر الناس بتحبه قوي قوي. فانا بحب جدا ان انا اعمله لاولادي لان هم برضو بيحبوه. ف يعني عايزه اقول لكم كده ان اليوم بيمشي على ده وعلى ده، يعني ما احنا مش كل يوم هناكل فراخ ولحمه والكلام ده، يوم ناكل كشري، يوم ناكل مكرونه، يوم ناكل فراخ، يوم ناكل لحمه، وهكذا عشان الدنيا تمشي. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى البطاطس، السلطه كده، كل الاكل عندي جاهز زي ما انتم شايفين كده. وطبعا يا جماعه مش هينفع ان انا احط لهم الاكل كده من غير عصير، فطبعا عبيت لهم عصير كوبايتين كده من العصير. طبعا انا عندي يا جماعة الكركديه ما بيتقطعش عندي من التلاجة خالص، بالذات في الصيف لازم اعمل عصير الكركديه او مثلا كركديه على تمر واحطه عندي في التلاجة. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيكون سهل عليا جدا ان انا يعني لو عملت غدا او عملت عشاء او اي حاجة وعايزين عصير احط لهم كده. طبعا احنا عارفين في الحر الواحد بيبقى دايما على طول عايز يشرب حاجة باردة، فالعصير عندي ما بيتقطعش من التلاجة. واحنا عارفين طبعا ان الكركديه فوائده كتير وحلو جدا جدا، فدايما بعمل بقى عصير كركديه او اي عصاير تانية واحطها في التلاجة. فبعد بقى ما خلاص حطيت لهم الغدا كده وقعدوا يتغدوا، جيت بقى عندي هنا قلت اغسل الكوبايتين وشوية المواعين البساط اللي انتوا شايفينهم دول. طبعا يا جماعة احنا المواعين عندنا ما بتخلص، عايزة اقول لكم ان انا لو قاعدة كده شوية والحوض عندي زي الفل تمام، لو قعدت بس كده ربع ساعة وخدت بعضي ودخلت المطبخ تاني الاقي كوبايات، الاقي معلقتين. طبعا همسة بنتي طول الاجازة ما هي قاعدة بتحاول يا جماعة اليومين دول كده ايه، ان هي بتتعلم، يعني بتعلم نفسها وفي نفس الوقت ايه بتلاقي نفسها كده قاعدة فاضية عايزة تعمل ايه مش عارفة، تروح داخلة عندي المطبخ مقطعة لها مثلا تفاحة، معبية لها كوباية عصير. والحلو فيها بقى ان هي يا جماعة لما بتخلص بتاخد الحاجة تحطها في الحوض. انا مبسوطة منها على اساس ان هي بتنظف، يعني بتنظف مكانها وبتاخد الحاجة توديها في الحوض، ده يعني بالنسبة لي حاجة حلوة جدا. بس في نفس الوقت بقول لها حاولي انك تغسليهم، يعني حاولي ان انتي تغسلي الطبق والكوبايه دول، ما تسيبيليش حاجه في الحوض مش نظيفه. طبعا هي مش متعوده على غسيل المواعين بصراحه، وانا بخاف ان انا حتى يعني كتير ان هي تغسل حاجه مثلا تكون ازاز تكسرها، بس لازم تتعود. فانا بقول لها ايه، يعني مثلا لو في عندك اطباق ولا كده اي حاجه بلاستيك يعني او اطباق كده زي ما انتم شايفين، انا عندي يا جماعه الطقم الاطباق بتاعي ده ميلامين، فاقول لها اغسليه مش مشكله، انما سيبيلي الكوبايات الازاز هكون واقفه جنبك وانتي بتغسليها. فبحاول كده ان انا اليومين دول اعلمها الموضوع ده. بس طبعا لان هي بتبقى انتوا عارفين ان الاطفال برضو هي تعتبر لسه طفله، عايزه تلعب مع اختها، عايزه مش عارفه تكلم بنت عمتها، فبتبقى ايه مستعجله قوي. يا دوب هي كلت اللي هي كلته مثلا هي واختها او حاجه، شالت طبقها اختها شالت طبقها وخلاص على كده، ويحطوا لي الحاجه في الحوض وتروح ايه داخله تاني ايه الغرفه هي واختها قاعدين بقى كده ايه يرسموا ويلعبوا كده يعني. فزي ما انتم شايفين معايا انا يعني ما بقعدش يا جماعه، ما فيش عندي راحه طول النهار، شغل وشقه طول النهار، مواعين غسيل ترويق البيت وهكذا من هذا النوع كل يوم. لما الواحد خلاص يا جماعه يعني بصوا عايزه اقول لكم ان انا ايدي اتهرت من كتر غسيل المواعين وتعبت خلاص. وعايزه اقول لكم ان انا نفسي كده دايما كمان بقول لاولادي نفسي كده اروح اقعد في مكان اقعد كده
اقعد كده يجيلي الفطار ويجيلي الغدا. يعني عارفين انتوا اللي هو احس بالراحة فترة صغيرة، بس هنقول ايه، حال الدنيا ودي مسؤوليتنا وربنا يعيننا عليها وربنا يدينا الصحة. بس انا يعني بقول لكم اللي جوه نفسي، يعني فاهميني ازاي. ربنا يا رب كده يدي لكل واحد ما بيتمنى. يا عالم مين عارف، يمكن في يوم من الايام لما ولادي تكبر كده ويبقوا عرايس وبنوتات امارات كده، انا بقى ارتاح وهم اللي يشتغلوا مكاني. جالي تعليق امبارح يا جماعة استوقفني كده شوية وقلت لازم ارد عليه في الفيديو بتاع النهاردة. بصوا انا هحط لكم صورة التعليق، تعالوا شوفوا معايا متابعة بتقولي ايه. وطبعا انا الموضوع يعني بصراحة حبيت ان انا اوصل وجهة نظري في الفيديو هنا، فتعالوا شوفوا معايا بتقولي ايه وانا ردي عليها هيكون ايه. بصوا يا جماعة، كتبت لي تعليق بيقول يعني انتي بتبسطي بنتك على حساب اطفال فلسطين، فين المقاطعة يا مسلمين؟ بصي يا حبيبة قلبي، حابة اقولك من وجهة نظري ان مش احنا اللي هنصلح الكون، وان انا بودي ولادي مرة واحدة في السنة المطعم ده في العيد. يعني ممكن اوديهم بالكتير قوي مرتين، في العيد الصغير مرة وفي العيد الكبير. وانا ولادي من صغرهم متعودين ان هم لسه بيبيهات من قبل حرب فلسطين ومن قبل اللي بيحصل ده في غزة. واحنا متعودين ان انا باخد ولادي بيفرحوا جدا باللعبة وبالوجبة بتاعة المطعم. عايزة اقولك ان مش احنا اللي هنحاسب العباد. يعني انا واحدة رحت مطعم، دفعت حق الوجبة واخدت الوجبة، هل انا هتحاسب المطعم اللي انا اديت له الفلوس ده هو خد الفلوس عمل بيها ايه؟ ربنا هيحاسبني على عملي انا دفعت فلوس، خدت وجبة، فانا هتحاسب على عملي وهو هيتحاسب على عمله، سواء بقى المطعم ده تبع اسرائيل تبع امريكا تبع اي حد. وبعدين يا جماعة احنا بنسمع كلام كلام كلام، مش عارفين اذا كان الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. انا لغاية دلوقتي مش متأكدة هو المطعم ده فعلا اصحابه يهود. مش متأكدة، يعني مش ما نقدرش ان احنا نأكد او لا، احنا بنسمع كلام. وبعدين غير كده وكده المطعم ده فيه ناس بتشتغل، فيه عمال، طبعا فيه حريم وفيه رجالة وبيقبضوا طبعا كل شهر عشان يصرفوا على بيوتهم. يعني المطعم ده بيدفع التزاماته وبيدفع مرتباته وبيدفع حاجاته. ولو تشوفوا الزحمة قد ايه في المطعم يا جماعة، يعني انا برضو مش هحاسب الناس وهتقعدوا تقولوا لي طب وانتي مالك، طب ما انتي عارفه ما تشتريش من المطعم ومش عارفه ايه. عايزه اقول لكم بصوا يا جماعه، دي وجهات نظر. انا رحت المطعم ده واشتريت، انا ماليش دعوه بقى المطعم ده بيساهم مع مش عارفه مين، هياخد الفلوس ويعمل ايه. ربنا هيحاسب كل انسان على عمله، انا مش هتحاسب على عمل غيري. تمام كده، وده وجهة نظري. وطبعا بالنسبة للتعليقات السلبية دي انا قفلت التعليقات على الفيديو يا جماعة، لان كنت واثقة ومتأكدة ان الفيديو ده هيجيب لي تعليقات وهيعمل مشاكل كتير، وكل اللي عنده كلمة هيطلع بقى يقولها وهنسمع كلام ملوش لازمة. فانا يا جماعة ده وجهة نظري. انا حرة، انا اودي ولادي المكان اللي يعجبني، انا اللي هتحاسب. كلكم بتدخلوا على الفيسبوك وكلكم بتشاهدوا المنصات بتاعت اليوتيوب والتيك توك والكلام ده كله. طب ما احنا بنسمع ان ده كل فلوسه تبع امريكا واسرائيل. إيه الجديد يعني؟ يا ريت يا جماعة كل واحد يخليه في حاله. وقبل ما كل واحدة تعمل فيها ان هي القاضية وان هي اللي بتحكم الدنيا، يا حبيبتي في ربنا هو اللي هيحكم ما بيننا يوم الدين، يوم القيامة ان شاء الله بإذن الله. لما كلنا نقف قدامه ونتحاسب ربنا اللي هيحاسبنا. قبل ما تقعدوا تبصوا على عيوب الناس بصوا على عيوبكم انتوا الأول. انا قدمت فيديو عاجبك تمام اتفرجي، مش عاجبك اخرجي من القناة خالص. تمام كده، بس مش هقول اكتر من كده. والفلسطينيين لهم رب، احنا بندعي لهم في كل صلاة وبنقول يا رب ربنا معاهم وينجيهم وربنا ان شاء الله بإذن الله ينصرهم. وبعدين انتوا ايه اللي مخليكم متأكدين قوي كده ان ماكدونالدز ده تبع اسرائيل؟ عندكم ما يثبت يعني ان ماكدونالدز ده تبع اسرائيل؟ اهو كلها كلام، احنا مش متأكدين ولا عارفين حاجة.
ما هو مطعم زي كل المطاعم، الله اعلى واعلم. شفتهم وهم بيجيبوا البنادق وبيحاربوا في الإسرائيل مع الاسرائيليين الفلسطينيين. والله يا جماعه أنا الموضوع مستفزني جدا جدا جدا. احنا ما نعرفش، احنا ناس عايشين في الدنيا، ما نعرفش ده بيعمل ايه ولا ده بيعمل ايه. كل واحد له رب يحاسبه. انا بس زعلت جدا من التعليق، لان في واحده برضو كتبت لي تعليق تاني بس انا مسحته بقله ادب وقله ذوق. انا خصمتها اليوم الدين لان هي قالت تعليق وحش جدا جدا جدا، بس انا مسحته علشان محدش يشوفه من المتابعين المحترمين بتوعي. وربنا ان شاء الله باذن الله هيحاسبها على اللي هي قالته ده، لان انا مش مسامحاها. المهم ما علينا يا جماعه. طبعا انا بعد ما خلصت بقى المواعين بتاعتي وقعدت كده مع البنات وجينا بقى بالليل يا جماعه، عايزه اقول لكم ان طبعا زوجي وهو جاي احنا طبعا اكلنا الرز والعدس، فالبنات عندي جاعوا خلاص، احنا بقينا الساعة 11 بالليل 11 ونص، فانا قلت له هات حواوشي علشان البنات يعني تتعشى بيه. فزي ما انتوا شايفين كده انا جيت بقى قطعت لهم الحواوشي كده يا جماعة، زي ما انتوا شايفين علشان يبرد وفي نفس الوقت يعرفوا ياكلوه. طبعا يا جماعة عبيت بقى كده الحاجة الساعة زي ما انتوا شايفين، والشيبسي والمخلل كده زي ما انتوا شايفين، وجهزت لهم بقى كده كل واحد طبقه بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ان انا اكلت رز وعدس واتفصت برضو وكلت معاهم في الحواوشي، لان طبعا الحواوشي جاي سخن يا جماعه وطعمه وريحته جميله قوي قوي. فقلت ايه لا مش هفوته برضو هاكل من الحواوشي، فكلت كده جزء صغير. وطبعا اتبقى عندي يا جماعه حواوشي، عايزه اقول لكم ان انا بقى بعد ما برد خدته حطيته عندي في التلاجة، قلت بكره بقى بين الوجبات كده البنات ايه تاكل منه، مش هيخسر يعني. وبكده يا جماعة يكون النهاردة الفيديو بتاعنا كده خلص ويومنا خلص. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا ولو بشيء بسيط. استنوني ان شاء الله بإذن الله في يوم جديد وفيديو جديد، واشوفكم على خير ومع ألف سلامة.